الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاسطمبات وحقنها بالبلاستيك، بس ما قلناش ازاي بندخل البلاستيك للاسطمبة. الفتيل او السكرو عبارة عن عمود لولبي فيه ألوز او دوران زي المسمار كده، بس كبير شوية، ودوره إنه بينقل أو بيضخ السوائل اللي في حالتنا هنا البلاستيك المصفور من نقطة ألف لنقطة ب. السكرو وهو شغال بيتعرض للاحتكاك بمواد درجة حرارتها عالية بتوصل لحد 250 درجة أو أكتر، وبعض الخامات البلاستيك بتكون مكونة من مواد كيميائية قوية بتاكل بخامة السكرو ذات نفسه. وعندنا برضه دوار المضخة، واللي هو ده بيشتغل في معدات مختلفة شوية غير ماكينات الحقن، لكن وظيفته قريبة من السكرو، برضه بيتعرض لعوامل تشغيلية قاسية. عشان كده طلاء الهارد كروم بيكون شيء أساسي للاتنين، بيديله مقاومة عالية للحرارة والاحتكاك، وبيقاوم التآكل الناتج عن بعض المواد الكيميائية، وبيمنع التصاق البلاستيك أو الخامات، وبالتأكيد بيقلل من تكاليف الصيانة أو استبدالهم بالكامل. وده بيبقى شكلهم بعد ما ياخدوا الهارد كروم. وبس، لو عندك أي استفسار عن طلاء الفتيل أو دوار المضخة بالهارد كروم تقدر تتواصل معنا هارد كروم تكنولوجي، وارد عليك في أسرع وقت. وأكيد ما تنساش تعمل لايك، فولو لو على يوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب.